غدا راح يفتح معانا سيف المطورين، وبإمكاننا نستكشف الأشياء اللي راح تجي معانا في التحديث القادم. ومشان هيك راح ناخذ كود سيف المطورين، وأيضا راح نحل مشكلة تعذر تسجيل الدخول في سيف المطورين. ولا ما بدنا نطول عليكم، بترككم مع الفيديو مشاهدة ممتعة. بسم الله وخلينا نبلش. مثل ما نكون شايفين ندخل على رابط تحت بصندوق الوصف، راح تلاقي رابط سيف المطورين، راح نسجل في الرابط. هلا قوانا بيعطيك لازم تسجل بحساب جوجل او فيسبوك. مثل ما نكون شايفين بيبدأ معانا السيرفر بيفتح في 3/10 وبينتهي في 3/16، يعني بيبدأ شي حوالي 6 أيام بضل معانا سيرفر المطورين. بإمكاننا نستكشف أي شيء داخل سيرفر المطورين. هلا وش راح نسوي؟ راح نسجل في حسابنا الجيميل. مثل ما نكون شايفين لحل هاي المشكلة، مشكلة الإشارة التعجب لما بتسجل دخول سهل كتير جدا. مثل ما نكون شايفين راح نجرب المرة الأخيرة واعطاني نفس المشكله اشاره تعجب. هلا ايش راح نسوي لنحل هاي المشكله؟ اول شيء راح ندخل على اللعبه. مثل ما نكون شايفين راح نسجل الخروج من حسابنا اللي عم نلعب فيه. تمام مثل ما نكون شايفين راح تنشئ حساب جيميل غير حسابك الاساسي. حساب بصير سيفر اوروبي، بصير سيفر شرق اوسط، نفس الشيء. مهم حساب بيكون داخل على اللعبه. بعد ما نسجل الدخول بهذا الحساب تمام، كل شيء تمام، نرجع على الموقع نفسه. هلا وش راح نسوي؟ نحط على السجل ونعطيه محو البيانات. بعدين هيك مثل ما نكون شايفين مشان بإمكاننا نسجل مرة ثانية بحساب اللي أنشأناه جديد دخلنا فيه على اللعبة. حصرا لازم يكون الحساب داخل اللعبة لحتى تتمكن من الدخول على سيرفر المطورين، بيعطوك الكود أو هو رمز التنشيط. مثل ما نكون شايفين راح نسجل الحساب اللي أنشأناه مثلا جديد أو عندك إياه قديم من قبل، بإمكانك تسجل فيه داخل هذا الرابط. مثل ما نكون شايفين ولا اخوان عم بيعطيك اكد الايميل، او بامكانك تحط ايميل ثاني ما بيأثر. المهم راح نحط هذا الايميل ونعطيه موافق. مثل ما نكون شايفين هون ظهر معنا كود التنشيط، راح نستعمله غدا باذن الله. مثل ما نكون شايفين راح نستكشف الاشياء. غدا راح ننشر المقطع داخل سيف المطورين ونستكشف الاشياء. ان شاء الله هيك استفدتم من المقطع. كان معكم علوش والى اللقاء.